مرحبا، السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم نسوي لكم تفصال الدشداشة الكشمير الرياضي بس مكسر من الصدر. هنا عندنا القطعة طبقتها 4 طبق، 4 طبقات مثل ما دا شفتوا. خليت الحاشية لي فوق يعني النقشة الخفيفة لي جوا. أريد الحاشية أنا اليوم فوق، بعد موديل الحاشية جوا ما حلو. وهاي القطعة أخلي الحاشية مالتها فوق، فهنا نطيتها تقريبا 15 سنتيم ونقص القصة مالتها، بس أهم شي متساوية، نقصها سوية بالبداية لأن إحنا نريدها مكسرة من الصدر. لو أقل لا نعطيها بس 4 أصابع إذا بدون تكسر. هنا فتحة الأبط حطيناها 25 سنتيم بهذا الشكل خطيناها. أنا ما ردتها عريضة زيادة كلوشة، فخليتها يعني إذا أفتحها تصير 4 أشبار، يعني شبرين أنا أخذت. بس بعدين انطيتها زيادة من جو الأبط من خيطتها صارت مخصرة. هنا صارت عندنا 14 سنتيم 15 سنتيم بالصدر و12 بالظهر من بعد ما قصيتها، وفتحة الأبط 25. هاي من هنا لهنا 25، وهنا 30 35، هنا 40 35 الخصر. ومن جوا الورك تجي تقريبا 40 و50 ونازلة. بس أنا انطيتها زيادة شوية بالتفصال، يعني خليتلها مجال ما قصيتها كلش، يعني خاف واحد يسمن يضعف يقدر يتحكم بيها. بالخياط اطيتها خياط شوف هسه صارت ما تبين واضحة لأن بالقاع تبين عوجة، بس أنا بالخياط قلتلكم اطيتلها بالخياط زيادة. هاي 25. هسه هنا ناخذ بالقياس نفسه من هنا لهنا 25، ونترك الزيادة اللي فوق 4 أصابع للكتف. هاي اللي هنا نشوف هاي الزيادة الفوق ما نسوي هاي هنا، ناخذ 4 أصابع ونخط هذا الشكل ونقصها. صارت بهذا الشكل فوق 4 أصابع ومن هنا 25. فاحنا نريد الدشداشة 3/4، ما رايدين هردان كشمير وللبيت، فرايدينها 3/4. فأخذنا طول الردان قصينه. ناخذ القياسات قبل لا نقص ونخرب، يعني نخط بالقلم. القلم هذا يروح أثناء الكوي أو الغسل، يروح ما يضل. صار هذا الردان عندنا. هسه هنا شوف هنا الفوق 4 أصابع، وهذا تفصالها. صارت النقش الحاشية اللي فوق صارت أحلى وأنسك. هسه نحفر للصدر مالتها لأن نريده كدائري. إذا تردونه مربع تقصونه مربع، وإذا رايدينه دائري تقصونه دائري. نحفر لها. على مود نقدر نكسر لها، نسويها تكسير تقعد. وتقدرون تصغرون الفتحة إذا حابينها ضيقة، يعني ما رايدينها شوية دلعة، بس احنا ردناها كدلعة شوية لأن للبيت. فشلنا هذا صار عندنا الصدر. الظهر شوية نضعف له لأن الظهر ما راح يتكسر، ما بيه تكسيرات. شوف راح نضعف له. شوف خليناها فقط 5 أصابع ونقص، بس ما نقص للنهاية
بس شوية اللي فوق شوف هذا صار، هذا للظهر. هسه نبدي نخيط. هاي القطعة نخليها ونخلي عليها الصدر بهاي الطريقة. نبدي نخيط ونكسر لها. أنا بالبداية نسيت دنبستها وبعدين فتحتها، سويت الكسرات حتى ما تتزاول. ماكينتي منزلية برذر. هاي هنا نسوي الكسرات. هاي رجعت سويت لها مجال للكسرات، رجعت الدنبوس. هاي كسرنا لها. هسه نقص الزايد اللي طلع منها، هذا الفوق ينقص والجوا بس الطوال منا ومنا نقصهم ونقلبها. ما حبيتكم تشوفون بالتفصيل، مو بس فقط التفصال، الخياط شلون. شوف هنا من بعد ما قلبناها وقصينا الزايد الكبار المنا ومنا، خليت لها مساحة يعني كبيرة حتى ما تتسلت. أول ما نثبت الكسرات، شوف على الكسرات نثبتهن. هذا الشكل. بعدين هذا الدانتيل عندي وردي، هم نكسر له ما نخليه على مود يجي عدل. نركبه بالبداية ما نركبه بالأخير، عمود تجي الردان تقعد عليه ما يبين. هم انطيته كسرات. لأن هي قلنا الحاشية صارت فوق ما تحتاج دانتيلات هواية، وحتى لو بدونها دانتيل هم تصير. هسه هاي الظهر وهي مستقيمة ما سوينا لها شي، خلينا لها قماش. بالجو همينة كمسطرة قلبناها، قلبنا البطانة ونوبها رجعنا دقيناها. هسه الردانات همينة نسدهن، يعني عمود نقعدهن مرة واحدة كل شي نسوي، يلا بالأخير نركبهن سوية كل من وحدها. هذا الشكل. الزيادات اللي عندي هاي بس المسافة اللي طلعت عندنا 4 أصابع هي هاي نخلي لها بطانة، لأن الباقي منا ومنا راح تقعد على الدشداشة. هاي ثبتتها بالوسط خيطتها حتى ما تتسلت عندي. هسه من بعد ما سويتهم اثنينهم، هاي المسافة هاي رفناها تصير على الكتف. نبدي بالمكان المتساوي 25 سنتيم ويا الصدر والردان نسدهم. هاي سويناهم اثنينهم، أربعتهم من الجهات كلهم. شوف صارت عندي بهذا الشكل. سديناها ردانات، بس بعدنا ما سادينها من صفاح منا ومنا.
هاي أنا كفيت الردان وقعدت الدانتيل بالردان. خلصت النوب بديت هسه تشوفوا المساحة شقد طيتها. النوب مشيت على الطرف الجوا، ما انطيتها زيادة من جوا، بس الخصر تقريبا خذت 10 سنتيم مسافة بين الخياط والحاشية مالتها، 10، بس الجوا لا. هسه هنا الحاشية الجوا طويلة، خذت قياس الطول، فاحنا عدنا طلعت لازم نقصها 5 أصابع ونكفها صبعين، نقصها كحرف أر، منا ومنا شوية زيادة حتى من هاي ما تطي تصير متزاولة. أهم شي الكفة الجوا بالقص، تصير الجوانب المنا ومنا كحرف أر ما تتزاول. وهذه هي، شوف هاي النقشة قعدناها كلش راقية بيها، بس لأن أني ما عندي مانيكانة فما تبرز بالخياط. هاي كفيتها كالصبعين، كفيناها، وهذا شكلها النهائي جدا روعة ومخصرة، النقشة فوق طتها جمالية، وإن شاء الله أقدم لكم كل ما هو جديد، وأتمنى تدعموني بتعليقاتكم الحلوة ومساندتكم إلي، بوجودكم تكبر القناة. إن شاء الله أنا كل شي يعني اللي رايدينه أقدمه. طلبوا مني يعني تراكات أطفال، ملابس أطفال، كل مرة أقدم لكم شكل، تدللون حبايبي.